أنا الآن في عيادة في مصر يا جماعة وعندي مشكلة. أنتم عارفين إحنا كسعوديين لما نحب نعمل أسنان خارج السعودية نعملها في مصر. مع كثرة الأطباء ما شاء الله تبارك الله في مصر، فإحنا بنحتار إيش العيادة اللي إحنا نروح لها. أنا اليوم أول مرة بدخل عيادة أسنان في مصر. عارفين اللي خلاني أصور لكم هذا الفيديو؟ وأنا على فكرة استأذنت من الدكتور قبل ما أصور، إني من فترة طويلة بتألم، وأنا أكثر واحد بخاف من دكاترة الأسنان، خاصة وإنه بيعمل لي سحب عصب. فعمل لي تنظيف للسوس وقال لي تعال تفضل استريح، تشرب ايه؟ قلت له اشرب قهوه. فجلست تقريبا نص ساعه، قال لي تعال استريح على الكرسي. طيب يا دكتور متى نجي؟ قال لي تيجي ايه؟ خلاص احنا خلصنا. قلت له لا مش باقي جلسات يا دكتور، انا عملت سحب عصب قبل كذا وجيت 6 جلسات، هذا الحاجه المعروفه يعني. قال لي لا خلصت انت وركب الطربوش والحشوه وكله منه الى. طيب ما يحتاج ارجع مره ثانيه؟ انا قريب ترى مش بعيد. قال لا ما يحتاج. وانا ما حسيت بشك الدبوس ولا كاني دخلت عياده اسنان. المهم قدام الوضع كذا عندي ضرس اللي هو ضرس العقل في اليمين كذا مشتول، ابغى اخلعه. قال لي اجلس استريح على الكرسي. جلست ما كملت نص دقيقه قال لي تفضل. طيب يا دكتور الضرس؟ قال احنا خلصنا. فانا وقفت كذا وهو طالع، طبعا الدكاتره واقفين يضحكون علي. ايش فيك؟ خذ وارمي لي الشمس. انا قاعد امسك في السن كذا. مسرع انت سحبته، يعني انت لو سحبته السحبه انا بحس بالسحبه اقل شيء. والله ما حسيت فيها. كل اللي حصل معي هذا كان قبل اسبوع. اليوم العجيب اني انا جيت معي صديقي عمل زراعتين يمين ويسار مع سحب عصب، وكل هذا في 4 ساعات. هذا اللي خلاني اعمل فيديو بدون ما اتردد، علشان الناس تستفيد وتعرف تروح فين. ومن هنا عرفت ان انا عند افضل طبيب اسنان في مصر فعلا. بكل صراحة اللي ابهرني في هذه العيادة خفة يد الدكاترة. الأجهزة الاحترافية كلها هتحصلها موجودة عندهم، يعني لا يقول لك أروح أوديه معمل وبتعال بعد يومين بعد 3 أيام وبعد كذا، لا أنت بتشوف كل حاجة بعينك. الأجهزة الاحترافية موجودة قدامك. السن لما يجي ياخذ الشكل كل حاجة تعملها قدامك، يعني وانت جالس على الكرسي حتشوف كل شيء. والدكتور من أمهر الأطباء المتميزين في تقويم الأسنان. أنا بصراحة كنت ضد التقويم تماما، بشوف أنه فشخرة وضياع فلوس، لكن والله اكتشفت حرفيا ان اهتمام الواحد باسنانه مثل اهتمامه بجسمه، بيعطيك ثقة في نفسك. فاذا انت خارج مصر، بدل ما تجي مصر تجلس 2 3 اسابيع عشان تظبط اسنانك، لا، عند الدكتور محمد القناوي بتخلصها في نفس اليوم وبقية الايام بتنبسط فيها. طيب اذا انت من داخل مصر شفت كثرة الاطباء ومحتار تروح فين، عند الدكتور محمد القناوي. بجد ما اقدر اوصف لكم شعوري، لكن فريق عمل مبهر بكل ما تعنيه الكلمة. التعليم جعلهم نخبة المجتمع، فهم بحاجة للعلم ونحن بحاجة إليهم.